كنا هناك في قلب التاريخ نستكشف معالم معبد الكرنك الذي يشع بجلال الماضي وعظمة الآلهة. الطريق الذي يفسح لنا المجال لنبدأ رحلتنا في عالم من الرموز والإيمان تبدأ من طريق الكباش، حيث ترشدنا تماثيل أبي الهول برؤوس الكباش إلى بوابة الصرح الأول العظيمة. ندخل المعبد، نمر بالفناء الواسع حيث كانت القلوب تضج بالأعياد والتجمعات الدينية. إنه الفناء الأول، كل شيء فيه يروي قصة عبادة وتاريخا مليئا بالإرث. لحظة من فخر التاريخ المصري تقف شامخة أمامنا في القاعة الكبرى، قاعة الأعمدة ذات الأبعاد السحرية، حيث كل عمود تشرق منه قوة ملك عظيم وأسطورة لا تمس. وعندما نقف أمام مسلة حتشبسوت نشعر بالجلالة التي عظمت عهدها وقدرتها، أنها النقطة التي تلتقي فيها الحكمة الملكية والسعي للفخر الأبدي. ثم نصل إلى البحيرة المقدسة، حيث سكينة الماء والطهارة تعكس روحانية المعبد وتجعلك تشعر بنقاوة جديدة، كم أن الارتباط بالماضي يبدو حقيقيا هنا. ومع بداية الليل يأخذ السحر بين ضوء المشاعل وأشعة القمر، حينما تروي النجوم قصصا لم تكتب بعد، وكل تمثال يهمس بسر لمن يصغي. معبد الكرنك سيظل دائما شاهدا على تاريخ طويل، مكان يحمل الإرث الثقافي والحكمة، ويضفي على زائريه تجربة تغمرهم روحانيا خط الماضي.